دعني أعود بك إلى 22 من سبتمبر عام 1994. شبكة NBC عرضت الحلقة التجريبية أو الحلقة الأولى من مسلسل. أي مسلسل؟ فريندز. نرى 5 شباب في العشرينات من عمرهم جالسين في مقهى يتسامرون. وماذا عساهم أن يفعلوا غير ذلك؟ مجرد دردشة يا عزيزي. تمر 3 دقائق من الكلام العابر ولا نعرف حتى الآن أسماءهم، ثم تنقطع المحادثة حين تتقدم صديقة قديمة من أيام المدرسة الثانوية نحو إحدى الشخصيات، مونيكا، لتسألها إن كان بإمكانها البقاء في شقتها مؤقتا. وأنت تعرف كيف تسير الأمور. شخص يأتي ليقيم 2 أو 3 وفجأة تجد أنه معك ل10 مواسم كاملة. تلك كانت رايتشل التي كانت على وشك أن تبدأ حياة جديدة مستقلة عن والديها، حياة تعتمد فيها على نفسها. وسرعان ما سيصبح هؤلاء الأصدقاء هم أقرب الناس إليها. أنه بعد عرض الحلقة الأولى نشرت صحيفة نيويورك تايمز مراجعة فاترة للمسلسل، لكن المثير للاهتمام أنهم طرحوا سؤالا مهما: هل تود أن تمضي وقتك مع هؤلاء الأشخاص؟ أي هل هؤلاء الأصدقاء جذابون بما يكفي لأن ترغب في الانضمام إليهم وتنتظر حلقاتهم القادمة؟ وانتهت المراجعة بتوقع أن أكبر تحد أمام المسلسل سيكون جمهوره المستهدف. الجمهور المستهدف يا عزيزي هو دراسة الفئات السكانية. وهنا نحن أمام مسلسل عن 6 شباب بيض في العشرينات يعيشون في مانهاتن، شريحة لا تمثل جميع الأمريكيين بمختلف طبقاتهم وألوانهم وخلفياتهم العرقية. كثيرون اعتقدوا أنه سيكون من الصعب على المسلسل النجاح، أو أن يجد جميع الأمريكيين أنفسهم فيه، سواء كانوا مهاجرين لاتينيين بلا أوراق رسمية، أو كنديين لم يدركوا أن دولارهم أضعف، أو آسيويين وهنودا يعملون في هارفارد، أو أصحاب عربات طعام. لكن المفاجأة يا عزيزي، لو أمسكت بيدك وقفزنا 10 سنوات إلى الأمام إلى 6 من مايو 2004، لوجدنا أن الواقع قد قلب ذلك التوقع رأسا على عقب. لم ينجح المسلسل في أمريكا فقط، بل صار نجاحا عالميا. ولو كان هناك سكان على كوكب زحل لكان فريندز قد وصل إليهم. في ذلك اليوم عرضت الحلقة الأخيرة، الحلقة رقم 236. دعني أدهشك بالأرقام. المسلسل عرض في أكثر من 200 دولة، ويقال 220، ودبلج أو ترجم إلى نحو 40 لغة، وبلغ متوسط مشاهداته 25 مليون مشاهد للحلقة، بينما شاهد الحلقة الأخيرة 52 مليون شخص. وتذكر أن هذا كان قبل يوتيوب ونتفليكس وخدمات IPTV، أيام أجهزة الاستقبال الفضائية. إن فاتك العرض فاتك للأبد. ولم يتخطى نجاح فريندز الحدود الجغرافية فقط، بل تعدى حدود الزمن. معظم المسلسلات التلفزيونية، خصوصا قبل عصر البث عبر الإنترنت، كان عمرها قصيرا بعد نهايتها، لكن فريندز كسر القاعدة. بعد 11 عاما من نهايته في 2015 بدأ عرضه على نتفليكس لجمهور جديد تماما، جيل الألفية، وكثير منهم كانوا أطفالا أو لم يولدوا أصلا عند عرض المسلسل لأول مرة. النتيجة ملايين المشاهدات الجديدة، حتى أن نتفليكس دفعت 100 مليون دولار لتجديد عرضه لعام إضافي، وبثته في أكثر من 192 دولة. في عام 2018 بعد 24 عاما من عرضه الأول، حطم فريندز أرقام المشاهدة مجددا، مسجلا 54 مليون ساعة مشاهدة. تخيل ذلك في زمن المنافسة الشرسة. مسلسل كوميدي قديم من التسعينات يتفوق على إنتاجات نتفليكس الأصلية التي كلفت ما يقارب 7 مليارات دولار. وفي بريطانيا ذلك العام كان فريندز المسلسل الأكثر مشاهدة على الإطلاق، متفوقا على The Crown وسترينجر ثينجز وThe Big Bang Theory وبيكي بلايندرز وبلاك ميرور. وفي استطلاع عام 2022 صوت الأمريكيون لصالح فريندز كأعظم مسلسل تلفزيوني في كل العصور، متفوقا على The Simpsons وGame of Thrones. إذن حين يسأل العالم ما سر الشعبية التي لا تتوقف لمسلسل فريندز، ولماذا لا يزال مسلسل بدأ قبل أكثر من 30 عاما محبوبا لدى كل الأجيال، لنعد إلى حيث بدأ كل شيء. البداية كانت صداقة بين ديفيد كرين ومارتا كوفمان، الصديقين الحقيقيين وراء المسلسل. هو كان عبقري غرفة الكتابة، يبدع الحوارات الذكية،
وهي كانت العقل المدبر في موقع التصوير، تصوغ المشاهد أثناء التصوير. ثقتهما في قدرات بعضهما كانت المكون السحري. في عام 1993 وبعد سلسلة من المشاريع الفاشلة، جلسا في استوديوهات وارنر بروس للتفكير في مسلسل كوميدي جديد. في التسعينات كانت المسلسلات الكوميدية في أوجها، لكنهما كانا يعرفان ما لا يريدانه. لا نجم واحد يخطف الأضواء، ولا مسلسل قائم على العائلة التقليدية، فالناس سئموا منها. تذكرا أيام العشرينات في نيويورك قبل الانتقال إلى لوس أنجلوس ودخول عالم الصناعة. تلك الفترة التي كانت مليئة باللايقين والفرص الجديدة والوظائف والعلاقات. في تلك المرحلة كان الأصدقاء غالبا بمثابة العائلة البديلة، العائلة التي تختارها. ومن هنا ولدت الفكرة. مجموعة أصدقاء في العشرينات يخوضون الحياة معا. لاحقا زارت مارتا مقهى غريب الأطوار في لوس أنجلوس، أثاث غير متناسق، ديكور عجيب، لكن أجواء دافئة. هذا المقهى أصبح سنترال بيرك الذي تم تقليده لاحقا في مقاه حول العالم، منها واحد في بورسعيد. دراسة أجريت عام 2019 على جيل الألفية الذين يشاهدون فريندز، وجدت أن سر خلوده هو هذه المرحلة العالمية المشتركة من الحياة، أن تكون في العشرينات تحاول فهم نفسك وأصدقاؤك هم مرساتك. وبالطبع كان اختيار الممثلين أمرا حاسما. كل شخصية كانت تمثل جانبا يمكن التعرف عليه: الساخر القلق تشاندلر، الوسيم الساذج جوي، الرومانسي اليائس روس، المضيفة المتحكمة الحنونة مونيكا، الغريبة الأطوار صاحبة الحكمة الخفية فيبي، الأميرة المدللة التي تنضج تدريجيا رايتشل. الممثلون لم يؤدوا هذه الأدوار فحسب، بل صاروا هم أنفسهم هذه الشخصيات، جالبين أجزاء من حياتهم الحقيقية إليها، مما جعلها أعمق من النصوص الأصلية. ولهذا لم يكن فريندز مجرد مسلسل كوميدي، كان عاصفة مثالية من الكتابة والإخراج والتمثيل والكيمياء بين الأبطال وموضوعاته الخالدة: الصداقة، الحب، واكتشاف الذات، التي تجاوزت زمنه ومكانه وجعلته واحدا من أعظم المسلسلات التي أنتجت على الإطلاق.